السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. رمضان على الأبواب. من كام يوم كنا لسه بنقول لسه 100 يوم على رمضان، 90 80، النهاردة 1 رجب ولسه أقل من 60 يوم على رمضان. أول ما بسمع كلمة رجب بفتكر على طول قول بعض السلف: رجب شهر البذر، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. شباب كتير من اللي بيسمع دلوقتي عن رمضان ما بيفرقش معاه كتير، لانه مش فاكر فرق كبير ما بين رمضان اللي فات واللي قبله، لانه حاسس انه ما خرجش بحاجات جديده في رمضان ده او اللي قبله، لانه ما اهتمش بانه يزرع من قبله ويستعد من قبله. اللي خلاني اهتم ان انا ابدا الكبسولات دي فورا وابدا من دلوقتي هو الحسره اللي بيعيشها شباب وبنات كتير بعد الخروج من رمضان من غير حصاد. ليه؟ عشان ما يعرفوش خطوره موضوع الاستعداد. كلنا بنفكر في الاستعداد لرمضان قبلها بيوم او في اول يوم، وبنيجي ندور على قلوبنا وما بنلاقيهاش. انتوا عارفين ليه شباب وبنات كتير بيصلوا في اول كام يوم في رمضان وما بيكملوش؟ لانهم ما حسوش بجديد، لانهم ما استمتعوش، ما لقوش قلبهم ما هواش جاهز. جايين يسخنوا العربيه في الوقت اللي المفروض العربيه تكون فيه جاهزه وتخطف السباق. قلبك اللي تعبان بقاله فتره وبعيد عن ربنا مده طويله، ما تطلبش منه انه يفتح على الرابع مره واحده. العربيه اللي بتطلب منها تفتح على الرابع مره واحده هتفوت منك على طول، ممكن تجري معاك في الاول شويه لكن هتعطل بعد كده. عشان كده يا شباب، عشان ما نقعش وقعه كل سنه في نص رمضان ونصلي حبه في الاول وما نكملش، عاوزين نستعد من دلوقتي ونبدا نلين قلوبنا من دلوقتي ونستعد ونجيب الاول والثاني والثالث والرابع عشان نوصل لاقصى سرعه في رمضان ان شاء الله. حط قدام نفسك في ال60 يوم دول تحدي، وحقق كل يوم انجاز في تدينك وتفوقك وتطوعك. اكتب من دلوقتي كل اللي بتحلم تحصده في رمضان، في صلاتك وقيامك وقرآنك وصيامك ومذاكرتك وتطوعك، وابدأ من دلوقتي. ارمي بذوره طول شهر رجب واسقيها وقويها طول شهر شعبان عشان تفرح بيها وانت بتحصدها في رمضان. ايه هي البذور دي وازاي نزرعها؟ ده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله في حلقاتنا الجايه. تابعونا. كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.